عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنتكلم مع بعض على مشكلة تأخر الكلام عند الأطفال. المشكلة ديت بتقلق أمهات كتير، خصوصا لو الطفل بقى عنده 3 سنين. كل الأطفال اللي حواليه بيتكلموا أو عندهم حصيلة من المفردات اللغوية أكتر منه، فالأم بتبدأ تقلق. طيب أنا كأم بقى دوري إيه؟ المفروض إن أنا أتصرف إزاي مع الطفل دوت؟ اول حاجه لازم اخد بالي منها ان انا لازم اخرج الطفل من البيت واوديه حضانه. طب ليه اوديه حضانه؟ علشان في الحضانه هيشوف اطفال في نفس عمره او اطفال اكبر منه. الموضوع دوت هيخلي فيه بينهم حوار، كلام بقى رايح جاي، هيبدا يكسب ايه؟ هيكتسب مفردات لغويه جديده، وهيزود الحصيلة اللي موجودة عنده. طيب انا كأم بقى في البيت المفروض اتصرف ازاي؟ طول الوقت لازم اتكلم مع الطفل. طول ما انا قاعدة ابدأ اتكلم في حاجات موجودة حوالينا. طيب زي ايه؟ زي مثلا واحنا بناكل، ها يلا حبيبي، امسك المعلقة علشان تاكل الرز. عاوز ايه؟ عاوز السلطة الاول ولا عاوز خضار مع الرز؟ تحب تاكل بسلة ولا تحب تاكل بامية؟ نبدأ بقى ايه؟ نخلي فيه اختيارات ونخلي فيه كلام طول ما احنا ايه؟ قاعدين مع بعض. طيب عاوز تشرب؟ فين الكوباية؟ احط لك المية في الكوباية. طيب ممكن مثلا لو هو بيغير، انت عارف القميص اللي انت لابسه دوت حلو جدا، اللي انت بتلبسه ده اسمه بنطلون، اللي انت بتلبسيه ده اسمها جيب، اسمها بلوزة. نبدأ بقى ايه؟ ندخل مفردات لغوية طول ما احنا قاعدين نتكلم معاهم. نبدأ نعرفهم على اجزاء جسمهم. دي عيني، نبدأ نقول ده شعري. نبدأ بقى نتكلم معاهم في كل حاجة. طيب الطفل عندي ركز على حاجة معينة، ماشيين في الشارع عجبته قطة، بدأ يركز معاها، فانا لازم استغل الفرصة دي وابدأ اتكلم معاه. عارف دي اسمها ايه؟ دي اسمها قطة. انت عارف ان القطة بتشرب اللبن وبتقول مياو؟ وابدأ بقى ايه؟ اتكلم عن القطه كتير وادخل مفردات لغويه. طب الطفل اتكلم معايا واداني مثلا جمله من كلمتين، فانا ما ردش عليه بجمله من كلمتين، انا ممكن اخليها 3 أو 4، ازود بالتدريج. يعني واحنا ماشيين قال لي ايه؟ عربيه بيب، فانا ممكن اقول له بقى ايه؟ العربيه بتمشي في الشارع، العربيه بتقول بيب، العربية لونها احمر. ابدأ بقى ايه؟ ان انا ازود المفردات اللغوية بتاعته. ما استسهلش وما ضغطش على الطفل. يعني ايه ما استسهلش وما ضغطش على الطفل؟ يعني لما يجي الطفل يشاور لي مثلا على فاكهة، على تفاحية في طبق الفاكهة، فانا ما اجريش جري اجيب التفاحية واديها له. في نفس الوقت ما اقعدش اقول له بقى ايه؟ لا لازم تقول ايه دي، انت لو ما قلتش ايه دي انا مش هديها لك. لا انا ممكن بقى اقول له طب ممكن تقول لي انت عاوز ايه بالظبط؟ انا مش عارفة، انت عاوز الموزة ولا عاوز التفاحة ولا عاوز العنب؟ فهو يبدأ يقرب يشاور لك، فانتي بقى ايه؟ هتبدأي تتكلمي تاني وتقولي له طب ايه؟ طب الموزة؟ طب فهو يقول لك لا. طب عايز دي؟ فيقول لك اه. قولي له طب دي اسمها تفاحه. عارف التفاحه ديت لونها ايه؟ التفاحه دي لونها احمر او اخضر، ايا كان لون التفاح اللي عندك. يعني هتبداي ان انت ايه؟ تدخلي له مفردات لغويه جديده. طيب مهم جدا بقى ان الطفل وهو بيتكلم اسمعه كويس جدا، ما قطعوش حتى لو قال كلام غلط في النص. ليه بقى؟ لان الموضوع ده هيديله ثقه بنفسه كويس جدا، هيخليه يحب يتكلم، وهيخليه يحب يكتسب مفردات لغويه جديده. طب هو اتكلم وقال كلام غلط، انا المفروض اعمل ايه؟ ما خلوش ياخد باله اصلا ان انا خدت بالي ان هو قال حاجه غلط. طب اتصرف ازاي؟ ابدا اعيد الجمله اللي قالها مره تاني بشكل صح. هو كده هيعرف النطق الصح ليها بالتدريج، واحده واحده هيبدا ينطقها بشكل صحيح. القصة اللي هي قصة قبل النوم دي مهمة جدا، ويا ريت القصص اللي نختارها تبقى قصص بسيطة وفيها صور. مثلا لو انا بحكي له قصة عن ايه؟ عن الحيوانات، فانا هبدأ اقرا له القصة واوري له الصور. ولو جه مثلا صورة كلب، فهنقول له عارف ده اسمه كلب، الكلب بيقول هاو هاو، الكلب بياكل لحمة. نبدأ نديله معلومات بسيطة على قد عمره طول ما احنا بنحكي القصة. ابعد خالص عن ان انا اقعد اهزر واتريق على مشكلة تأخر الكلام، خصوصا لو في ناس موجودة عندي، لان الموضوع دوت هيقلل ثقته بنفسه، هيخليه مش حابب يتكلم اصلا. طيب في مشكلة امهات كتير جدا بيقعوا فيها وبيبقوا مش عارفين يتصرفوا ازاي. انا اعلم ابني لغة تانية امتى؟ طب الموضوع دوت لازم تبقي عارفة ومتأكدة ان ابنك الاول لازم ما يكونش عنده اي تأخر في الكلام، يكون متمكن من اللغة الام بتاعته، وبعد كده تقدري تدخلي له اي لغة تانية. خلاص انا هو متمكن، ما عندوش اي مشكلة في اللغة بتاعتي الاساسية، ادخل اللغة التانية عادي.
طيب طول ما احنا بقى قاعدين وبنلعب بستغل الفرصة وبتكلم برضو معاه، يعني ايه رأيك تعالى نلعب بالصلصال؟ تحب بقى نستخدم الصلصال اللي لونه احمر ولا اللي لونه اخضر؟ طيب ايه رأيك نعمل بالصلصال عربية، ويبقى معانا مثلا عربية جنبنا. طب تعالى نلعب بالمكعبات، نجيب لعبة بازل مثلا، وبتبقى في ألعاب كده بازل بس بسيطة، عليها خضروات عليها فاكهة. طب انت عارف دي اسمها ايه مثلا؟ دي اسمها تفاحة، تفاحة لونها أحمر. طب دي اسمها ايه؟ دي اسمها بسلة، البسلة لونها أخضر. بناكل البسلة مع الرز. نبدأ بقى ايه نزود في الكلمات اللي عنده. أبدأ أطلب من الطفل في المرحلة ديت أوامر بسيطة، بلاش الأوامر المركبة. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني أنا مثلا ممكن أقول له هات الشنطة بتاعتك وبس، خلاص الجملة خلصت. طب هات الشنطة بتاعتك، هو خلاص هو عارف وحاطط الشنطة بتاعته في مكان معين فهيروح يجيبها. ابدأ بالتدريج ازود، هات الشنطة بتاعتك السودة مثلا، او هات الشنطة بتاعتك السودة اللي محطوطة على المكتب او اللي موجودة على المكتب. ابدأ بالتدريج ازود الايه الاوامر، بس في البداية بتبقى الاوامر بتاعتي بسيطة. نركز مع اولادنا، نتكلم معهم كتير على قد ما نقدر. الموضوع بالنسبة لنا وبالنسبة لهم لازم يبقى بصدر رحب، بيبقى عبارة عن متعة ولعب وضحك. ما ينفعش ان احنا نضغط عليهم، ما ينفعش ان احنا نزعق نشخط فيهم نضربهم. الكلام ده مرفوض تماما، لان كده هتعقدي الموضوع اكتر وهتبص تلاقي عملية تأخر الكلام زادت اكتر. طب انا عملت كل الحاجات ديت وركزت معاه واتكلمت وعملت كل الحاجات دي وبرضو مفيش نتيجة، اتصرف ازاي؟ ساعتها بقى لازم اروح لاي اخصائي تخاطب يحلني المشكلة دي. ربنا يحفظ ولادنا جميعا ويا رب اكون فدتكم.